السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ النهارده حلقه جديده هعلمك ازاي تخفي درايف من الجهاز بتاعك. نفترض مثلا هديك مثال، انت مثلا عندك جهاز بقى جامد وبتاع ومظبطه ومنزل بقى شويه الجيمز بتاعتك في اللايبراري بتاعتك، وليكن مثلا في الدي مثلا الستيم لايبراري هناك عندك وبتاع، وانت بقى اللي في العيله بقى فاهم اللي معاك الجهاز الجامد بقى والكلام ده، فيجي لك بقى قرايبك بقى العيال الصغيره بقى واخد بالك، يا عم مش عارف ايه، عايز نلعب شويه وافتح لنا لعبه كذا ونقعد بقى اخبط على حاجه وبتاع. فانت عايز تريح دماغك، تقول لا مفيش العاب بتنسحب من عندي او حاجه او اي حاجه يعني واخد بالك. تعمل ايه؟ تشيل الدرايف خالص، الدي ده مش موجود، اللي هم بص مفيش حاجه خالص، ابص اهو كل حاجه اتمسحت والجهاز فرمت وبتاع وانا زعلان وحزين وما اعرفش ايه وبتاع، فاهم؟ طبعا في سيناريوهات تانيه كتير يعني، انت على حسب انت هتستخدمها في ايه يعني. احنا هنشيل درايف من الدرايفرات، نشيله خالص، مش هيبقى موجود اساسا خالص. اقول لك ازاي تخفيه وازاي ترجعه تاني. هيا بينا. بص، اول حاجه بنفتح مثلا هنا ماي كمبيوتر هنا كده، يعني انا عندي هنا السي والدي، فانا الدي دي مثلا هشيلها نخفيها يعني. فبنعمل ايه؟ نيجي كده عند بي سي كده، رايت كليك وتدوس على مانج. في مانج دي تدوس على حاجه اسمها ديسك مانجمنت. هنا عندك الدرايفرين بتوعك، هنا ده السي وده الدي بتاعي مكتوب هنا اهو. فبتعمل ايه؟ كل اللي عليك تعمله تعمل ايه؟ تيجي كده مثلا عند الدي وتبقى هنا كده، كليك يمين وتدوس على تشينج درايفر ليتر اند باس. كليك هنا كده عندك الدي كده، تقول له تقول له ريموف. يقول لك عايز تشيل درايف ليتر، متاكد ان بعد البرنامج مش هتشتغل؟ قول له ماشي تمام. ده ورنينج تاني بيقول لك انت حاليا الدي دون حاليا بيستخدم، يعني لو انت هتشيل الحرف يعني فانت البرنامج دي ممكن ما تشتغلش. فايه النظام؟ تمام ولا لا؟ قول له يا عم ماشي مالكش دعوه. يس خلاص. طيب ماشي. اصلا انا كنت بسجل عليه اصلا، فما دام اتشال فالتسجيل قال ده هو في ايه الكلام. طيب احنا هنضطر نرجع الحرف تاني عشان بس الحركات دي. طبعا البرنامج قفل طبعا وش يعني من اللي شافه، فاحنا هنخش نفتحه تاني. طيب طبعا زي ما احنا شفنا اول ما شلت الدرايف دي فكانه مش موجود. انا عندي الستيم لايبراري عندي حاططها هنا في الدي، وعندي برنامج اللي هو اللي بيسجل صوره الشاشه اللي هو بي اس ده عندي في الدي برضه. فانا اول ما شلت الدرايف شلت الحرف فعلى طول كانه مش موجود، يعني كانك شلت الهارد مش شلت وصل الهارد على طول من الكيسه كده مره واحده. ايرور على طول، ايرور والدنيا فصلت على طول يعني زي ما انت شفته كده في الفيديو يعني. بس فاتاكد ان مفيش برنامج عندك في الدي يعني بيستخدم اثناء ان انت تعمل الحركه دي يعني، او يعني في الدرايف اللي انت هتشيل منه الحرف يعني بتاعه. فانت اول ما تشيل الحرف ده بيتشال، بيتبقى السي بس عندك. انا طبعا ما عرفتش اصور لكم الحته دي خالص هنا في الكابتشر هنا عشان خاطر كان ساعتها البرنامج وقف يعني. بس دي الفكره. عايز انت مثلا خلاص، انت مثلا لا خلاص الجماعه مشوا خلاص وعايز بقى ترجع الدنيا زي ما كانت عادي خالص، بتخش نفس الكلام برده هنا، كليك يمين على الكمبيوتر هنا ومانج، وعلى الديسك مانجمنت تختار عليها، تيجي عند الدرايف بتاعك هتلاقي طبعا هنا من غير حرف عادي خالص، كليك يمين تشينج درايف ليتر وتاد الدرايف ليتر. طبعا هنا الدرايف ليتر عشان موجود يعني ما ينفعش اختاره يعني، بس لما ما يبقاش موجود بتغيره عادي. ممكن طبعا غير الحرف عامه يعني، بس انا اخليه دي زي ما هو عشان خاطر في برامج كتير مرتبطه بيه، فانا اخليه دي زي ما هو يعني. بس الفكره كلها بتريموف الحرف، تخلص المصلحه، خلصت المصلحه تاد الحرف الانجليزي. سهله وبسيطه، وبقى لا هيدن فولدر بقى ولا الكلام بقى اللي ممكن يتكشف ده. بس لو الفيديو عجبك واستفدت منه ما تنساش تديني اللايك والسبسكرايب على القناه، وعشان ده بيشجعني ان انا اقدر اعمل فيديوهات من دي كتير يعني. اشوفك في حلقه جديده باذن الله. مع السلامه.